بعد توفيق ربنا ودعواتكم قدرنا نوصل لمرحلة دلوقتي فيها لقب ان خلاص الدكتور احمد عبد الناصر اتربط اسمه دايما بملك النحافه. ده الاسم اللي بيتقال لي من كل زمايلي ومن كل حالاتي، وكمان كل حالاتي دلوقتي اغلبهم حالات نحافه. الاول ربنا وفق ان احنا وصلنا على تيك توك بس لعدد فيوهات تقريبا توتال ل 250 مليون في السنه الواحده، يعني تقريبا 500 مليون في سنتين، نص مليار مشاهده، وده رقم حلو جدا جدا جدا. مشاهدات كتير كانت من السعوديه ومن الامارات ومن فلسطين ومن الكويت ومن العراق ومن لبنان. مشاهدات كتير كانت من امريكا وكانت من انجلترا وكانت من اسبانيا وكانت من فرنسا، وناس نزلت مصر مخصوص عشان تجيلنا عشان تعالج النحافه. ناس امنت بالفكره ووصلت لل100%، وكل يوم بشوف دعوات جامده جدا. عدد حالات الاونلاين بس كان في اخر سنتين وصلنا ل 350 الف حاله، منهم ناس كتير جدا وصلت لل100% من اللي بتحلم بيه، وناس تانية مكمله لحد ما هنوصل لل100% من اللي بنحلم بيه. وكان يهمني قوي دعواتهم في كل مره عشان حياة ناس كتير جدا اتغيرت، عشان مش بس بشتغل على شكل الجسم، كنت بشتغل على قلبهم وعلى عقلهم وعلى ايمانهم وعلى هدفهم وعلى رسالتهم وعلى حياتهم، وازاي اغير افكارهم ان تكون ناس مثمرة وناس منتجة. الخبر الحصري هنا لاول مرة الناس هتسمع بيه، كان معانا ناس مش محجبة وبتلبس لبس ملفت جدا فوصلت لنقاب، كان معانا ناس ما بتصليش فبدأت تحفظ قرآن ووصلت ل10 اجزاء. كمان الحمد لله وصلنا لعدد حالات في العيادة مرضي جدا جدا جدا، عشان الناس عايزه تتغير وبتقعد انتظار في العياده ل7 و8 ساعات وبيتقبلوا ده رغم الضغوطات اللي بتحصل الخارجيه، بس هم امنوا بالتغيير وصدقوا التغيير ووصلوا لانتاج حلو جدا ونتائج كويسه. يكفيني شاب قال لي كنت حاسس ان كنت ميت وبقيت عايش، حد قال لي ما كنتش بروح عند خطيبتي عشان كنت ضعيف ومش بفتح البيبسي وقلناها قبل كده ووصلت لتمام وتمام جدا. ناس تانية كان لما بتيجي العياده الانتظار بتاعها كان بتستخبى من الناس عشان ما يشوفوهاش، وبقوا دلوقتي في فورمه وبيقفوا في كل حته في العياده عشان الناس تشوفهم. ناس كمان اشتغلت معايا وبقوا من المساعدين بتوعي في شغلي. ناس كتير طورت من نفسها وبدأت تقرأ كتير وتشوف كتب وروايات وبتعلم منهم دلوقتي. ناس بدأت تخلي عندها قدوة وبتعلمني اتعلم منهم اوصل ازاي لل100% دلوقتي. فقصة النجاح دي وصلتنا لان احنا نوصل للي عليه دلوقتي، وده كان بفضل دعواتكم وبفضل تعليقاتكم وبفضل انكم صدقتوا اللي بيتعمل ونويتوا انكم تتغيروا. فان شاء الله نكون كلنا رسالة لفكرة جديدة هنقدم فيها حلقات توعية لناس كتير جدا هتعجبكم. بس كل اللي بحتاجه منكم انكم تشاركوا الفيديوهات دي مع كل اصحابكم، وتعليق منكم يكون بدعوة جميلة وتكون حافز لينا، عشان واحنا بنصور دلوقتي تقريبا الفيديو ده بيتصور الساعة 6:30 الصبح بعد وقت ويوم طويل جدا شغل. كان لازم اكون معاكم واشارككم ده عشان كل يوم ببقى مبسوط بالنجاح ده، وعايز كل واحد فيكم وكل شاب بيشوف الفيديو ده يعرف ان هو كمان عنده القدرة انه يوصل لل100% ويحقق التارجت ده، يكون عنده نية